جوج ديال الدراري الصغار كانوا جالسين في واحد السيبار في تايلاند. واحد عنده 13 عام والاخر قريب يكمل 8 سنين. كانوا كاع الدراري اللي حداهم ملصقين عينيهم في الباسيات، حتى غادي يجي واحد الدري صغير وغادي يقيس الدري اللي عنده 13 عام وغادي يقول ليه اجي نلعبوا بجوج. راه كنعرف واحد السيد اللي عنده واحد الباسي واعر تيخدم كاع اللعاب، وهما فاش شافوا بلي الدري باقي صغير وقدو قدهم وكان كيبان ظريف قالوا اش غادي يطرا نمشيو معاه نلعبوا. قال ليهم انا كنت غادي في الطريق ديالي عند هذاك السيد، ولكن ما بغيتش نمشي بوحدي وبنتو ليا ظريفين وكنت نجي ونقول لكم تجيو باش نلعبوا مجموعين. بقاو غاديين حتى وصلوا لقدام واحد لابارتمون وبداو كيطلعوا في واحد الدروج للطوال، حتى فاش وصلوا لواحد الغرفه وهما يحلوا الباب، ولكن ما لقاوش واحد الباسه اللي كيخدم كاع اللعاب. لقاو واحد الوحش اللي كان كيتسمى ديك الوقيته بمستر سويرل. هو وحش بصفه انسان. القصه ديالنا غتبدا في 2004 في المانيا. البوليس مشاو كيبحثوا في واحد البلاصه اللي مهجوره وقديمه حتى غادي يلقاو واحد ديسك دور. فاش ركبوه في الباسي كانوا كيتوقعوا داكشي العادي اللي مولفين كنشوفوه في الباسيات تاع كاع الناس، تصاور د العائله تاع السفر، الميمز، اغاني. ولكن اللي لقاو خلاهم مصدومين، مئات التصاور تاع في التصاور اللي لقاو كانوا دراري صغار اللي باينين قاصرين وبزاف، وكان كيتمارس عليهم داكشي اللي في بالكم. ولكن على عكس كاع الناس اللي كانوا كيديروا هاد الافعال، كاع المرضى اللي كانوا كيديروا هاد الافعال كانوا كيتخباو، ولكن هاد السيد هذا كان تيتصور معاهم، تياخذ تصاور تاع قبل وهو تيدير الفعل وبعد الفعل، وما كانش خايف انه يخبي ليدونتيتي ديالو. كان كيدير غير واحد لافي تاع السويرل ديجيتال اللي تيخلي الوجه ديالو يتخربق، ومن هنا منين خدا الاسم ديالو مستر سويرل. انتربول واحد الوحده بوليسيه اللي كتهتم بالقضايا اللي كتعلق بالاطفال غادي تبدا واحد العمليه سميتها اوبريشن فيكو. كانت عندهم مهمه وحده، هو انهم يلقاو شكون هو هذا البسيكوبات هذا اللي كان من وراء هاد الفيديوهات. ولكن ما كانتش سهله، حيت فاش جاو المحققين كيبغيو يجمعوا المعلومات من التصاور تيلقاو هاد التصاور اللي موجودين في كمبوديا، اللي موجودين في فيتنام، اللي موجودين في تايلاند وحتى في ساوث كوريا. كان كيمشي من مدينه لمدينه، من بلاصه لبلاصه، كيقلب على الدراري الصغار اللي يدير عليهم هذا الفعل هذا. في 2004 كانت الانترنت ماشي متطوره بحال كيما متطوره دابا، والانفستيغيتورز اللي هما المحققين كان كيسحب لهم داك السويرل افكت ما يمكنش يتعكس، وبالنسبه ليهم كان شبح اللي كان حاس براسو باش انه يتصور مع الضحايا ديالو. التحقيق غادي يولي مخود بواحد الجديه اللي كبيره بزاف، خصوصا ما انهم عرفوا انه مستر سويرل باقي اكتيف وكيبارطاجي لي زيماج ديالو مع ناس اللي مرضين بحالو، وبالنسبه ليهم كان هو واحد المشهور وواحد البطل، كان كيقدر انه يوري الجسم ديالو كامل وكيتخبى غير من وراء واحد لافي ديجيتال. ولكن هاد العياقه اللي كانت فيه هي اللي غادي تسبب كيفاش غادي يلقاوه. واحد من المحققين غادي يكتشف واحد الحاجه اللي كانت قدامهم من اللي بدا هاد التحقيق. هذاك الاف اللي كان كيخدم ما كانش بلور، ما كانش كيمسح البيكسلز، كان غير كيعاود يرتبهم. هادشي كيعني انه ليدونتيتي ديالو ما مخبياش 100%، حتى قدروا انهم يعكسوا لافي. ماشي تنضحك معكم بصح، غير شدوا لافي وما يعكسوه وهو يبان الوجه ديالو. وهنا كنعرفوا بلي هاد مستر سويرل ما كانش وحش، كان غير راجل عادي اللي كان مريض بزاف في راسو باش يقدر يدير هاد الشيء بكاع الثقه في النفس. من ورا ما قدروا يعكسوا الوجه ديالو، انتربول بدات كتصيفط هاد التصاور في كاع البلايص، البوليس، الصحيفه، التلفازه، باش يقلبوا عليه في العالم كامل. ومن بعد ساعات اللي هي قليله، كريستوفر بول نيل، راجل من كندا 32 عام، أستاذ كيقري لونجلي للدراري الصغار. هاد المعلومات غادي يخرجوا وغادي يطابقوا هذاك الشخص اللي بان في هذوك التصاور، ومن بعدها بحال البازل كلشي طاح في بلاصتو. الاماكن اللي كان كيسافر ليهم، الاي بي ادريسز اللي كانوا كيتلحوا منهم التصاور، الوجه، ومن بعد سنوات تاع البحث ما غاديش يقدر يبقى يتخبى من وراء هذاك لافي. من وراء ما البوليس جمعوا هاد المعلومات كانوا عرفوا بلي راه كاين في ساوث كوريا، ولكن فاش وصلوا لقاوه خوا من المطارات،
ولكن من بعد لقاوه في واحد الدار صغيره في تايلاند. ولكن المشكل ما سالاش هنا، هو انه ما حدو تشد في تايلاند غادي يتحكم في تايلاند، والجريمه الوحيده اللي كان ارتكبها هو في تايلاند هو داكشي اللي دار مع هذوك جوج دراري صغار اللي هضرنا عليهم في الاول. يعني كانت المحاكمه ديالو 5 سنين. 5 سنين تحكم، دوز المحكمه ديالو، خرج، رجع لكندا وتيعيش. ومن ورا ما رجع لكندا لقاو عنده تصاور اخرين more swirling faces، باقي اكتيف ما رجعش من وراه، وباقي تيعقد في هذوك الناس اللي كانوا ضد منه. وعلى هذا الشيء عاود تحكم بعام في الحبس، ودابا راه تيعيش عادي بين الناس كاملين بحال راه ما كانش مطلوب عالميا.